هيخلصوا مني خلاص يا محمد. أنا تعرضت لإشعاع. هيخلصوا مني. آخر جملة قالها اللواء عمر سليمان قبل وفاته، والكلمة اللي دفع تمنها عمر سليمان حياته. بعد سنة من خطاب التنحي اللي طلع عمر سليمان وقاله قدام الشعب كله، اتفتح باب الترشح للرئاسة، وقبل أيام من قفل باب الترشح اتقدم عمر سليمان للترشح، وتفاجئ عمر سليمان باستبعاده، والسبب عدم تحقيقه لعدد التوكيلات اللي كان المفروض انه يجمعها. بس عمر سليمان غضب وقال كلمة خطيرة جدا، وما كانش يعرف انه هيدفع تمنها حياته. قال: أنا الصندوق الأسود. وبعدها بدأت صحته تتدهور بشكل ملحوظ، ومحدش فاهم السبب، فسافر لألمانيا وشخصوه بأنه عنده مية على الرئة. ولما رجع مصر دخل مستشفى وادي النيل يتعالج فيها. وزي ما حكى صديق عمر سليمان وسره محمد فريد زكريا، إن عمر سليمان دخل المستشفى، ولما محمد فريد راح يزوره اتفاجئ إن اللواء عمر بيقول له بنفسه: الوقت اللي فاضلي في الدنيا مش كتير يا محمد، أنا تعرضت لإشعاع، هيخلصوا مني خلاص. وفعلا اتعرض اللواء عمر سليمان لإشعاع اسمه البلينيوم المشع، وده بيسبب تدمير البروتينات داخل الجسم بالكامل. مش كده وبس، ده الأخطر إنه بيسبب تدمير عضلة الرئة، وناس كتير توقعت موت عمر سليمان. اللواء حسام خير الله قال عمر سليمان غلط غلطة كبيرة قوي لما قال: أنا الصندوق الأسود. ناس كتير قوي اعتبرته تهديد ليهم جوه وبره مصر. وقعدت حالة اللواء عمر سليمان تسوء لحد يوم 15 يوليو 2012. سافر عمر سليمان لمستشفى كليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة الأمريكية، ودي من أحسن مستشفيات في العالم، وكانت حالته صعبة جدا. وبعدها ب4 أيام تم الإعلان عن وفاة اللواء عمر سليمان. والغريب بقى إن اليوم ده حصل عدد اغتيالات كتير لناس سياسية من جنسيات مختلفة، زي مقتل وزير إسرائيلي في حادثة عربية، ووزير الدفاع السوري نتيجة تفجير ومقتل رئيس المخابرات السورية. وطبعا كل ده حصل بعد اجتماع في المبنى الأمني في سوريا، واللي كان بيتناقش فيه القضايا الكبيرة في المنطقة كلها. وفي لواء مخابرات مصري متقاعد قال إن اللواء عمر سليمان استشهد في المبنى ده بعد انتهاء الاجتماع مباشرة، وإن الموضوع متكتم عليه، وإنه كان حاضر الاجتماع وشاف كل حاجة حصلت. وبعدها نقلوه أمريكا لمحاولة إنقاذه هناك، بس كان استشهد بالفعل. وبعدها ظهر اللواء حسين كمال مدير مكتب اللواء عمر سليمان، ونفى كلام اللواء ده، وقال إن جواز سفر اللواء عمر سليمان موجود في ميعاد دخوله الولايات المتحدة يوم 15 يوليو، واللي صدق على كلامه رياض الأسعد، وكان وقتها قائد الجيش السوري الحر ومعروف بكرهه للنظام السوري. بس قال اللواء عمر سليمان ما كانش موجود في الاجتماع ده. والتقرير اللي خرجته مستشفى كليفلاند ان سبب وفاته اصابته بمرض نادر جدا اسمه ميليوديسيوس، وده مرض بيخلي جهاز المناعة بتاع الجسم يشوف أجهزة الجسم أعداء ويحاربهم ويموتهم بالبطيء. وسبب إصابته بيه مجهول، ومفيش سبب علمي معين. وكل الصحف وقتها على مستوى العالم نشروا إن مصر فقدت أكبر وأهم رئيس مخابرات مر عليها أو مر على الشرق الأوسط كله، وإنه خسارة كبيرة لمصر. وبرغم تعدد الأسباب والأقاويل عن موته، إلا إنه مات بالفعل، وكان متوقع موته بعد ما قال كده. وفقدت مصر واحد من أفضل أبنائها المخلصين، قضى عمره وشبابه عشان مصر، وكان مخلص ليها حتى ولو كانت تمن حياته. وقضى واجبه على أكمل وجه، ومسك جهاز المخابرات في أصعب فترات مرت على مصر، وعمل اللي عليه بنزاهة وشرف. رحم الله اللواء عمر سليمان وغفر له.